السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اهلا بكم يا حبايبي. احنا النهاردة هنعمل ملك المحشي، ونحب ان انتوا تشوفوا معانا ملك المحشي بيتكون من ايه ومن ايه. احنا النهاردة بنحمر البدنجان وبنعمل الصلصة بتاعته اللي احنا بنحطها في الصينية كده قبل ما نرصه، وان شاء الله كده واحدة واحدة كده معانا. وان شاء الله كده بعد ما نكمل التحمير هنقول لكم برضو، هوريكم برضو احنا بنعمل ايه تاني. لحظة واحدة معايا. الصلصة دي يا حبايبي مكونة، بنجيب حتة تومة صغيرة كده وبنحمرها نص تحميرة، وبعد كده نحط عليها الطماطم ونملحها ونحط عليها واحدة ماجي بس. دي بقى هقول لكم بنحطها ازاي في الصينية قبل ما نرص البدنجان. ده بدنجان رومي على فكرة. بقطع البدنجان 4/4 وبعد كده بحمره بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وبعد كده برص في الصينية. قبل ما برص في الصينية بحط بقى نص الصلصة دي في الصينية كده، وباجي رص عليها جنب بعضها واحدة جنب واحدة كده، وبعد كده باجي حاطة بقى الخلطة بتاعتي بدكنها كده، وانتوا هتشوفوني وانا بعملها بدكنها كده في البدنجان وبعد كده بعد ما بخلص خالص اجي جايبه شويه الصلصه الباقيين من دول اجي رشهم على الوش، وبعد كده بنيجي مدخلينها الفرن. انا هوريكم برضو الخلطه بعد لما اجي احطها قبل ما ادخلها الفرن بيبقى شكلها عامل ازاي، وبعد ما تطلع من الفرن تبقى شكلها عامل ازاي. انا دلوقتي يا جماعه ده فلفل الوان وفلفل رومي وبقدونس ولحمه بنعصجها وبنضيفهم، وبصلايه بنعصج اللحمه طبعا بالبصلايه، وبعد كده بنحط عليها الفلفل الالوان. بعد ما بنطفي على اللحمه نحط عليها فلفل الوان ونحط عليها الملح ونحيقها، وحبه خل صغيره، ولو نص ليمونه، والبقدونس زي ما انتم شايفين كده. الخلطه دي متكونه يعني من الفلفل الالوان ومن البقدونس ومن الطماطم، حبتين طماطم، فلفلتين الوان، قرنين فلفل رومي، حته لحمه صغيره كده بنعصجها مع بصلايه، وحته تومه، ونحط عليها نص ليمونه، وبنقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفيننا كده. وفي الاخر برضو خليكم معانا وتابعونا وهنقول لكم في الاخر هي بقت ازاي. دلوقتي يا حبايبي بصوا كده انا بعمل ازاي. بعد ما رصيت البدنجان في الصينيه بالطريقه ديت، انا بحط كده الحشوه زي ما انتم شايفيني كده وادكنها كده في البدنجان، وبعد كده بعد ما همسكه كله اعمله كده بالطريقه ديت هاجي مدخلها الفرن. بس انا بوريكم الطريقه لما تيجوا تحطوا الحشوه بتتحط ازاي. لازم تدكني كده عشان تتحيق كلها من جوه ويبقى لها طعم كويس. ان شاء الله يعجبكم بامر الله. كده يا جماعه انا بحط الصلصه بالطريقه دي كده، حبه الصلصه اللي اتبقوا معايا برشهم على الوش كده بالطريقه دي عشان لما ادخلها الفرن بتستشرب كلها من بعضها، بتاخد لون بس معايا، انا مش بحمرها، لا بتاخد لون بس كده بسيط وخلاص واطلعها. صدقوني الاكله دي هتعجبكم جدا جدا جدا، من الاكلات اللي هي ما تتنسيش وتتكرر كتير، لانها فيها فيتامينات كتير وطعمها جميل وفيها كل حاجه كويسه. وصدقوني وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم بعد كده وتقولوا على ملك المحشي كان. بصوا يا جماعه ده ملك المحشي بعد ما دخل الفرن وخد اللون ده، يعني بيقعد قيمه ساعه الا ربع. لما ياخد اللون ده ما نشفوش خالص، يعني يبقى فيه مثلا حبه صلصه كده بسيطه، علشان لو نشفناه خالص ممكن يمرر البدنجان من تحت، يبقى ممرر. فكده يبقى فيه حبه بسيطه كده من الصلصه باقيه فيه تحت كده وياخد اللون ده. يعني هو مقدر ساعه الا ربع كده بيقعد في الفرن. تعملوه وتاكلوه بألف هنا وشفا، واهلا بيكم في مطبخ ام يوسف، والسلام عليكم ورحمه الله.